بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أفقر البلاد في العالم الصومال، ومن شدة البدائية والفقر الذي والله يقطع قلوبنا عليهم، فإنك تحس عندما تذهب إلى هناك أنك رجعت في آلة الزمن قرونا إلى الوراء. أحيانا تجتمع عائلة ذات عدد كبير داخل كوخ واحد. ما هو حجم الكوخ؟ انظر بنفسك. مساحته 4 أمتار في 6 أمتار. المفروض أنه لا يكفيهم، ولكنه شرح لنا خطة يوزع فيها أفراد الأسرة على المساحة المتوفرة. اسأله لو سمحت، كم شخصا يعيش معه في داخل المنزل؟ وللعلم ليست كل القبائل الصومالية تتكلم اللغة العربية، بعضها يتكلم اللغة السواحلية. 9 أولاد والأب والأم وأمه. يعني 12 شخصا. 12. كيف يصفهم هم في الداخل؟ يعني أكثر من واحد، كيف يستطيعون؟ لأن المكان صغير، أنا حسبته 4 أمتار في 6 أمتار. وفي ليه أنت وان متريو وأفر متريو اللي حمرك ولا؟ هم يبدأ أنا أقول عياه وخلوا حياه وخلوا في السفر. هو يقول أنا أوزعهم وأعمل لهم صفوفا، وبنات بجانب والبنين بجانب ثاني، أرتبهم كذا وأعمل لهم صفوف يعني. سبحان الله، إذا انقطعت الأمطار أصابهم الجفاف وربما الموت، وإذا جاءت الأمطار يتضررون أيضا بسببها أن بيوتهم لا تستحمل حتى القليل من المطر، فيضطروا لبناء بيت جديد. حياته تعتبر حياة بدائية جدا، لا يجدون أبسط أبجديات الحياة الإنسانية. هل أولاده يذهبون إلى المدرسة؟ معظمهم يعني لا يذهبوا لأنه ليس في مقدوره فعلا أن يسدد رسومات وما إلى ذلك. رسوم المدارس هي التي تمنعه. أنا ظننت أن رسوم الطالب بمئات الدولارات. كم رسوم المدارس للطفل الواحد؟ الطفل الواحد مرحلة ابتدائية $5. الله المستعان، إنه لا يملك لأبنائه $5. تخيل أن مستقبل الإنسان يتوقف على $5. والله إننا في نعم لا يحصيها إلا الله تعالى. ليست هذه الصعوبات فقط، بل إنه لا يملك شيئا للتنقل، فهو يضطر للمشي على رجليه. أتدري كم ساعة يضطر أن يمشي أحيانا للمشوار الواحد؟ تقريبا 24 ساعة. 24 ساعة يمشي على رجليه دون توقف. دون توقف. دون توقف ليصل إلى مكان آخر. يصل إلى مكان آخر. هذه هي حاله الظاهرة، فكيف تظنون أن تكون مشاعره؟ هل يمكن لمن هذه حاله أن يحس براحة؟ استمع إليه ماذا يقول. هل يشعر بالسعادة؟ هل هو مرتاح في هذا مع أنه يعيش في هذا العيش؟ هل هو مرتاح سعيد؟ أقول نقول هينا حالة تكون مشاهية وقول يكون مشيين. يعني واحد يقول في عنبة أنا قديم، لا يقول في عنبة. ويقولوا 100 أنا يعني أفتكر أنه ما يوجد أحد أحسن مني يعني حالا. الله أكبر، الله أكبر. على وجه البسيطة. هذا ليس بغريب، هذا بالضبط ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. صلى الله على نبينا محمد. اي والله انه بكل بساطة كبس على زر القناعة والرضا، فتدفقت الراحة كالنهر على قلبه، لدرجة أنه يحس أنه لا يوجد من هو أحسن منه حالا، مع أننا نحس أنه لا يوجد من هو أسوأ منه حالا. ولكن السعادة لا تقاس بالمنصب الذي نتمناه، ولا بالسيارة التي نعجب بها، ولا بالمال الذي نبحث عنه. السعادة لها أسرار 7، وهذه الأشياء لا علاقة لها بأسرار السعادة. السعادة هي أبعاد أخرى كالخيال يشعر بها من تدرب عليها، ولعل نفرد لهذه الأسرار 7 برنامجا في المستقبل إن شاء الله تعالى. أخي الكريم، أختي الكريمة، أرأيتم بعد أن انتهينا من زيارة هذا الكوخ كنا نظن أنها حالة استثنائية، أنه لا يوجد من يعيش هكذا سواهم في الصومال. لا، لكن تفاجأنا أن هذا منتشر، حتى أننا وجدنا كوخا أصغر من كوخهم، حيث أنه بشكل دائري على قطر 4 أمتار فقط، ويعيش فيه عدد أكبر. 12 شخص يسكنون في هذا الكوخ. يسكنون هذا الكوخ. يا الله رحمتك بعبادك، لك أن تسألني ما هي مكونات الكوخ. البيت عبارة عن بعض الصفائح المعدنية من مخلفات المعلبات، موثقة مع بعضها البعض، خيوط تجمعها وأحيانا بعض المسامير، وخرق يجمعونها في الأعلى. وهنا يوجد مثل النايلون، الشيء اللي مانع من المطر، حتى وقت المطر ما يصيب شيء. الله المستعان.
وهل تظنون أنه يسكن هنا لمدة شهر أو شهرين، سنة أو سنتين؟ لا، إنه يسكن هذا الكوخ منذ 10 سنوات. والله الواحد صعب يبقى داخل 5 دقائق، فضلا على أن يعيش لمدة 10 سنوات. بالمناسبة اكتشفنا شخصا آخر، أم الزوجة موجودة، أصبح الإجمالي 13 شخصا في داخل هذا الكوخ. الله المستعان. حتى الطبخ أحيانا يكون في الداخل رائحة الفحم تكاد تخنق. نسأل الله أن يعينه. الآن أرجوك احسبها وقل لي كيف يعيش كل هؤلاء في هذه المساحة؟ أنا إلى الآن لا أعرف. عموما هذا هو الحال في إفريقيا. في النيجر مثلا تجد بعض الأكواخ كالصناديق تم لفها بأكياس بلاستيكية وبعض الخيوط، ويسكنون فيها وهي كل حياتهم. أخي الكريم، أختي الكريمة، كان هنالك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت أسمعه بأذني، ولكن لما ذهبت إلى أفريقيا رأيته بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بعض الإخوة عندما يشاهد هذه المشاهد يقول: والله إني أحس أني أغنى رجل في العالم. اللهم أتم نعمتك علينا، اللهم ارزقنا شكرها واجعلنا من الشاكرين الذاكرين المنيبين المخبتين، وزدنا من النعيم، وأتمم علينا بفضلك بدخول جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن ترفع قدرنا، وأن تعلي مقامنا، وأن تكفر عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يمن كتابنا وهون حسابنا ويسر على الصراط عبورنا. نسألك اللهم أن تشرح صدورنا لطاعتك وتعيننا على مرضاتك، وأن تجعل أحب الأيام إلينا يوم لقائك ننظر إليك نظرة صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.